ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير زميلتنا أميمة بدري عن زوجين من محافظة الدقهلية جمعتهم هواية صناعة المصغرات الخشبية، حبوها من صغرهم وبيشتغلوا في الأشغال اليدوية وإعادة تدوير الأشياء القديمة وتحويلها إلى مجسمات خشبية بتحاكي الواقع. خلونا نشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير وبعده هنكمل مع حضراتكم باقي فقرة. بالنسبة لحكايتنا مع فن المصغرات بدأت تقريبا من 4 سنين. كنت أنا وهبة، طبعا أنا وهبة ولاد خالة، فتربينا في بيت واحد اللي هو بيت ستي. دي كانت في الشقة بتاعت جدتي فعليا يعني. طبعا فرحنا قوي اول ما عملناها بكل التفاصيل بتاعتها اللي هي الحقيقيه، بكل الوان الجدران والعفش اللي فيها. ممكن اقعد قدامه ساعه ابص عليه، بفتكر ذكريات كتير قوي قوي يعني. اول ما شفت الماكت بعد ما خلص طبعا كان يعني شعور فظيع جدا ان انا قدرت ان انا اعمل حاجه زي كده، وخصوصا ان ده كان اول حاجه ليا ان انا اعملها مصغره بالخشب. الماكت اخد مني وقت طبعا عشان انا ما كنتش بشتغل من صور، بشتغل من ذاكره انا وهبه يعني، فاخد وقت شويه عقبال ما قدرنا ان احنا نخلصه، وخصوصا ان في حاجات فيه اتنحتت يعني، في يعني زي عده التليفون، الترابيزه بتاعه التلفزيون، الحاجات ديت كانت عباره عن نحت يعني. ليه اشمعنى الركن ده بالذات اللي اخترناه؟ عشان ده دايما كان فيه التجمع العائلي دايما في اللي هي الصاله زي ما كنا بنقول عليها زمان يعني في البيوت زمان. التجمع العائلي بقى سواء كبار او اطفال يعني كلنا كنا بنتجمع فيها، فعشان كده ده كان اكتر مكان فيه ذكريات يعني بالنسبه لي. الشقه كلها بصراحه كان فيها ذكريات، بس دي كانت اكتر مكان. لما بدانا نشتغل في مجال الفن المصغرات، بدا الناس اللي حوالينا يعجبهم النوع ده من الفن جدا. في الاول كانوا مجرد ان هم بيشوفوا الحاجه بس بيتبسطوا بيها وبتعجبهم. بعد كده بدا يبقى في ناس فعلا بقت تشتري وبقت تطلب. هبه في الاساس عندها حته فنيه برضو في الاول يعني، من وهي صغيره بتشتغل شغل هاند ميد وكده يعني، وانا نفس الحكايه. بدانا ان احنا ننمي الموهبه ديت ونطور نفسنا بان احنا بنتفرج على فيديوهات اجنبيه وكده عشان نقدر نطور نفسنا في الموضوع دوت يعني. بالنسبه لفن المصغرات هو يعني هوايه وشغل ممتع جدا. الخامات اللي بستخدمها في الماكيتات اللي هي المصغرات الاساسي الخشب طبعا، ونستخدم حاجات تانية زي الورق والقماش والبلاستيك، وخامات تانية كتير بستغلها، بعمل لها إعادة تدوير. بشكر أمجد جدا عشان هو لولايا بصراحة، وهو دايما كان يعني أكبر وأول داعم ليا، وكان دايما بيبقى في ظهري، ولولايا فعلا أنا ما كنتش وصلت لأي حاجة من اللي أنا وصلت لها دلوقتي. كان يعني بيدعمني ويشجعني كتير. يعتبر احنا الاثنين كنا بنشجع بعض، لأن الشغل برضو ده فيه عقبات كتير، فيه متاعب كتير، فالولا ان احنا كنا بنشجع بعض وبنساند بعض، فاكيد ما كناش هنستحمل يعني، ولا كنا هنوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي.